مساء الخير وكل سنة وانتم طيبين. يا رب تكونوا قضيتوا عيد جميل مع كل أسركم ومع عائلة اتلمت وذبحتوا وشوينا ودعيتوا يوم عرفة. يا رب ندعي كلنا للمسلمين والإسلام والمصر، ربنا يحميها من كل شر وسوء. آم، زي ما اتكلمت الفيديو اللي فات عن سلبيات الطريق الصحراوي، لازم اقول ايجابياته، لان كل الناس اللي سافرت ورجعت الحمد لله مبسوطه جدا بالطريق. الطريق الجديد اتفتح الحمد لله، اضاءه فيه كويسه، ممهد جدا. بس الناس كلها بتشتكي من ان السرعه انتوا مقللينها قوي وممكن نمشي في اسرع يعني. فلو نقدر نشوف الموضوع ده، لان فعلا الناس بدات عايزين يوصلوا بسرعه والطريق بقى حلو ما فيهوش قلق يعني. فما اعرفش ده بقى يعني طلب جماعي ان انا اتكلم فيه. المهم الحمد لله ان الطريق بقى حلو ونشكر الدوله، ولازم زي ما قلنا سلبيات نقول ايجابيات. النهارده هتكلم عن موضوع انهيار عقار اسكندريه اللي هو كان يوم وقفه عرفه، لان اسكندريه دي عندي مدينة الجمال، مدينة العراقة، مدينة الأصالة. هي مدينة الرومانسية والحب والشعراء يعني أنا بتشدني، يعني أنا في الساحل لازم أروح اسكندرية، لازم أروح اسكندرية لأن أنا فعلا بحبها. بس للأسف أنا آخر مرة رحتها ما انبسطتش، لأن أنا كنت من أول القلعة لحد قصر المنتزه بنشوف البحر واحنا في العربية. دلوقتي ما بنشوفش البحر خالص، دلوقتي احنا بنشوف مباني وبنشوف شواطئ صغيرة جدا. كان ليا طفولة في حاجات معينة جميلة قوي بحب اروح اشوفها في اسكندرية، للاسف الشديد ما شفتهاش. واكيد ناس كتير قوي حصل زيها، ناس انا ما روحتش حقيقي، ناس قالوا لي على المنتزه ان هي بقت دخولها بقى صعب قوي، على ان مثلا واحد واسرته يدخلوا البيت بتسيبي العربيه وبتمشي اماكن لازم بتركبي حاجه عشان توصلي لها، حاجات كلها مضايقه الناس. ارجوكم تراعوا القصه دي. انا ما مش عايزه اضيع الفيديو النهارده على اسكندريه، دي ليها فيديو تاني. انا عايزه اتكلم النهارده عن انهيار عقار اسكندريه. انا عايزه اتكلم عن فساد، دائره فساد موجوده للاسف الشديد، لازم 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 تنتهي. دائرة من أحياء، من المحليات، من المحافظة، من صاحب العقار، من المقاول بتاع العقار، من المهندس بتاع العقار. الدائرة دي كلها حصل فيها محسوبية ورشاوي والناس تغاضت، يعني الناس تغاضت وتصورت ان المبنى هيستحمل، دول بيقولوا اي كلام. كان في هدف تحت وكان في بنى مخالف فوق. على فكرة اسكندرية فيها كم ادوار مخالفة وادوار عالية جدا وكلها مخالفة، وللاسف الاساس ما يعني فعلا هيأثر قوي قوي في الفترة المقبلة على العمارات. لازم نهتم، لازم يبقى فيه مش عارفة أقول إيه يعني، اهتمام أكتر من كده. الفساد يبتدي والمحسوبية والرشوة تتظبط أكتر من كده. لكن أنا لازم أقول لكم إن في فساد ومحسوبية ورشاوي، وأنا حزينة جدا لأن يحصل حاجة زي كده. حزينة جدا يبقى في اسكندرية أدوار متكررة بدون تراخيص. في عندهم فساد جامد قوي قوي في مراقبة الحاجات دي. يعني مصر عندنا الحمد لله المدن الجديدة متشددين جدا، مفيش حد يبني أدوار عالية خالص، وعلى طول مخالفة وعلى طول بيدفع فلوس وعلى طول في دلوقتي بقى. عايزة اسكندرية تبقى كده، عايزة اسكندرية كده، لأن حرام يحصل اللي حصل ده يحصل تاني. وأرجو نعاقب الناس ويكون في ميدان عام عشان ده ما يحصلش تاني. والسلام عليكم.